الفيلم بيبدأ في لوس أنجلوس سنة 1992. بنشوف واحد اسمه ميرسر بتجيله مكالمة من خدمات حماية الطفل بعد ما بقى مسؤول عن حضانة ابنه أنطوان بشكل مشروط. ميرسر بيروح يصحي أنطوان عشان يروح المدرسة، وفي نفس الوقت في واحد اسمه ريجان بيقابل صاحبه كوبلاند وبيطلب منه يعمل معاه عملية سرقة أخيرة عشان يقدروا يسيبوا حياة الجريمة ويعيشوا في هدوء. في بيت ميرسر بيحضر لأنطوان الفطار اللي مش بياكله، وفي الخلفية الأخبار على الراديو بتتكلم عن قضية الضابط الأبيض رودني اللي اعتدى على راجل اسود بريء بعنف، وده اللي بيخلي المجتمع الاسود في حالة غضب. ميرسر بيحاول يتكلم مع أنطوان، لكن أنطوان بيطلب منه يفسر له ليه سابه طول فترة طفولته وليه ما كانش موجود وقت حادثة وفاة والدته. ميرسر بيتحمل غضب أنطوان، لكن في الآخر بيخرج عن شعوره وبيعلي صوته عليه لما بيلاقي أنطوان بيشتم كده من تحت لتحت. ميرسر في الآخر بيقرر يفرض حظر تجوال على أنطوان بعد المدرسة بسبب التوتر اللي حاصل بسبب قضية رودني. من ناحية تانية ريجان بياخد أخوه دينيس وأبوه معاه وبيوري لهم خطة السرقة اللي ناوي ينفذها. في نفس الوقت ميرسر بيروح لمحل بقالة، وهناك بيصادف شوية شباب بلطجية بيحاولوا يضايقوا الكاشير الآسيوية. ميرسر بيطلب منهم بأدب إنهم يسيبوها في حالها، لكنهم بيطلعوا عليه السلاح ويهددوه. فجأة بيظهر زعيمهم اللي بيشدهم ويوبخهم وبيقول لهم إنهم ما يعرفوش مين هو ميرسر ولا أهميته في مجتمعهم. الزعيم ديفل بيعتذر لميرسر شخصيا وبيسأله عن فترة خروجه من السجن. ميرسر بيوضح إنه خرج من السجن بقاله 6 شهور وإنه بيحاول يعيش حياة هادية وما بيظهرش. في الوقت ده ريجان بياخد والده للمصنع وبيوري له كل تفاصيل السرقة اللي جهزها، مع تفاصيل عن الخزنة اللي فيها 10 مليون دولار من البلاتين، وبيقول له إن الخزنة مؤمنة بتكنولوجيا حديثة ولو حصل أي محاولة لفتحها بشكل غير قانوني بيقفلوها بقفص معدني. ورغم إن الخطة محكمة الوالد بيرفض يشارك في عملية كبيرة زي دي، وبيعلق على قلة احترافية ريجان في التعامل مع أمن المصنع والكاميرات. ريجان بيحس بالإهانة من والده، لكنه بيحاول يحتفظ بهدوءه وبيوصل والده للبيت. في الوقت ده ميرسر بيكون في طريقه للمصنع اللي بيشتغل فيه، وهو بيجمع بطاقته ومفاتيحه بيبدأ يتكلم مع رئيس الأمن جوزيف عن قضية رودني، وبيحس إن الأمور ممكن تسخن أكتر لو الحكم ما كانش في صالح الضحية السوداء، وبيبدأ شغل يومه. دينيس وريجان بيظهروا مع بعض وبنعرف إنهم بيحبوا بعض جدا، وبيقدم دينيس ريجان لشركته بعد ما والدهم رفض خطته. بعد كده في نفس اليوم الأخبار بتعلن عن قرار هيئة المحلفين بإنهم مش هيحاكموا رودني، وده بيشعل المجتمع الأسود، وبتبدأ احتجاجات عنيفة في لوس أنجلوس اللي بتكبر بسرعة وبتبقى كبيرة وخطرة. أنطوان بيرجع البيت على طول من المدرسة وبيلاحظ أعمال الشغب اللي بتحصل جنب بيته ونهب محل الخمور. لما ريجان بيشوف الأخبار على التلفزيون في اللحظة دي بتيجي لريجان فكرة إنه ينفذ عملية السرقة دلوقتي بما إن الشرطة كلها مشغولة في السيطرة على أعمال الشغب. بيتصل بوالده اللي بيوافق على تنفيذ الخطة. في نفس الوقت في المصنع بيتم إبلاغ ميرسر وبقية العمال إنهم ممكن ياخدوا باقي اليوم أجازة ويرجعوا بيوتهم عشان يكونوا في أمان. مصدر ريجان من جوه المصنع بيبلغوا بتطورات الموقف، فبيقوم ريجان بسرعة وبياخد دينيس معاه عشان يبدأوا تنفيذ السرقة، وبيروحوا ياخدوا كوبلاند من بيته اللي مراته حامل حاليا، فبيطلب منها تفضل جوه البيت لحد ما يرجع. ميرسر بيسأل جوزيف بأدب لو ممكن يجيب أنطوان معاه للمصنع عشان بيته موجود في منطقة كلها سود، واللي على حسب رأيه مش أمان لابنه في الظروف دي. جوزيف بيكون عنده نقطة ضعف ناحية ميرسر، فبيوافق يخلي ميرسر وأنطوان يقعدوا في أمان المصنع. في الناحية التانية ريجان بيروح يجيب والده وبيتعصب عليه لأنه شغل 2 بلطجية عشان يحموه. ميرسر ماشي بعربيته وسط الشغب اللي في الشوارع عشان يجيب أنطوان، لكن بيوصل البيت وبيلاقيه فاضي، وعربيات الشرطة بتروح ناحية الأماكن اللي فيها شغب. في الوقت ده دينيس بيكون ماشي بالعربية ناحية المصنع، وجوزيف بيبدأ يزهق من قعدته قدام كاميرات المراقبة فبيقوم يتمشى شوية حوالين المبنى. ريجان بيصعق حارس الأمن بالكهرباء وبيربطه وبيقتحم المصنع عن طريق الباب الرئيسي. ريجان ودينيس بيتحركوا وسط أرصفة التحميل متوقعين إن مفيش حد موجود، لكنهم بيلاقوا جوزيف جنب آلة البيع. ريجان بيحاول يطلب منه بأدب إنه يمشي من طريقهم، لكن البلطجية اللي مع والده بيضربوا عليه النار على طول، وده بيصدم الإخوات. فريجان بيهدد البلطجي إنه هيضربه بالنار، والبلطجي بيهدده بنفس الطريقة، لكن والدهم بيكسر الخناقة بينهم بفكرة تقسيم الغنيمة ومشاركة كل حاجة مع بعض. بعد ما البلطجية قطعوا خطوط التليفون والمراقبة جابوا الرافعة الشوكية ناحية غرفة الأمان وجهزوا معداتهم عشان يكسروا الخزنة. في الوقت ده ميرسر أخيرا لقي ابنه أنطوان واقف قدام محل بقالة بيتنهب من شوية زملاء ليه، مسكوا من قميصه وجروا على عربيته، وعلى الجانب التاني البلطجي بدأ يحفر في الخزنة. جوزيف استعاد وعيه وسحب نفسه عشان يضغط على زر الأمان الخاص بالخزنة، وده نزل القفص المعدني اللي بيغلفها. ريجان على طول ساق الرافعة الشوكية قدام عشان يوقف القفص. للأسف رجل كوبلاند دخلت تحت عجلة الرافعة اللي قدام واتكسرت. ريجان اترعب وحاول يرجع الرافعة الشوكية
الشوكية عشان يحرر رجل صاحبه، لكن والده الأناني رفض بشدة لأنه كان خايف إن القفص المعدني ينزل لو رجعها. ريجان شتم والده بسبب الموقف ده، والبلطجي أخد مفاتيح الرفعة الشوكية علشان يمنع ريجان إنه يرجعها لورا. في نفس الوقت هليكوبتر دورية جوية استجابت للإنذار اللي صدر من المصنع وقررت تعمل زيارة سريعة للمكان. في الوقت ده أنطونيو حاول يهرب من العربية عشان ينضم للاحتجاجات، لكن ميرسر جره تاني لجوه العربية وأكد له إن العنف مش الحل لحاجة مش جديدة. حاول يقنعه إن الاحتجاجات العنيفة بتدمر المدينة، وده بالظبط اللي الشرطة عايزاه. في المصنع البلطجية قفلوا جهاز الإنذار وضربوا جوزيف بالنار تاني. ميرسر كان ماشي هو وأنطونيو في مكان خطر، وفي مجموعة من الرجال السود كانوا بيعتدوا على زوجين بيض، فنزل ميرسر من عربيته وضرب المعتدين عشان ينقذ الزوجين، وطلب منهم يجروا بسرعة عشان يهربوا. في المصنع اللصوص كانوا بيستخدموا كل طاقتهم لتفجير الخزنة، لكن فجأة وقفوا لما الهليكوبتر طارت فوقيهم. الطيارين ما شافوش حاجة مريبة فطاروا بعيد عنهم، وفي نفس الوقت ميرسر وأنطونيو اتوقفوا بشكل عشوائي من الشرطة اللي فرضوا حظر تجوال من نفسهم. الشرطة اتعاملت مع ميرسر وأنطونيو بشكل سيء بسبب انهم سود، وسحبوهم من العربية عشان يفتشوهم من غير امر قضائي، ولما ملقوش حاجة سابوهم يروحوا. لكن أنطونيو حس بالغضب الشديد. في المصنع ريجان اتصاب بالذهول من لا مبالاة الشرطة، وفي اللحظة دي اللصوص نجحوا أخيرا في فتح الخزنة باستخدام المتفجرات وبيتحولوا لأصحاب ملايين. دينيس راح الحمام عشان يغسل دم كوبلاند من ايده. في اللحظة دي ميرسر دخل المصنع مع أنطوان ولاحظ ان غياب حارس امن الباب الرئيسي حاجة غريبة، لكنه قرر يدخل وبيشاور لأنطوان على الحمام لانه كان محتاج يروح الحمام. لكن المفاجأة ان أنطوان لما دخل الحمام فاجئ دينيس اللي على طول وجه المسدس ناحيته. في اللحظة دي ميرسر بيلاقي جوزيف مقتول بالرصاص، فبياخد مسدسه وبيطلع لقدام، والبلطجية بيبدأوا يضربوا عليه نار، لكنه بيهرب منهم وبيجري يدور على أنطوان، ولما ما بيلاقيهوش بيجري بسرعة ناحية رصيف التحميل وبيقفل أي حاجة يلاقيها في طريقه. وبعدين بيلاقي ريجان وهو بيوقف العربية فبيضربوا ميرسر بلكمة واحدة وبيسحبه بعيد. بعد كده دينيس بيجيب أنطوان لوالده وبيبدأ يستجوبه قدام كوبلاند اللي كان بيعيط بعد ما قطعوا رجله، وميرسر بيحاول يستجوب ريجان، لكن لما ما طلعش منه بإجابة بيبدأ يفترض إنهم هنا عشان يسرقوا البلاتين. فبيتسحب ميرسر للغرفة الآمنة وبيشوف والد ريجان وهو بيهدد ابنه، وصراخ كوبلاند ما بقاش حد قادر يستحمله، فبيقتلوا الأب وبيضربوا بالنار كذا مرة، وبيتصدم دينيس وأنطوان. لكن أنطوان بيقنع الأب إنه كان بس بيدور على والده اللي شغال في المصنع، فالأب بيحس ببعض الكرم وبيسمح لأنطوان يمشي. لكن للأسف البلطجية بيظهروا وبيقولوا للأب إن في حد خد ريجان. الأب على طول بيتكلم مع أنطوان وبيشتمه عشان كذب عليه، وبيقرر يستخدمه كطعم عشان يرجع ريجان. بيتحفظ الأب بأنطوان وبيبعت البلطجية عشان يشوفوا العربية اللي اكتشفوا إن مفتاح العربية مش موجود. وفي نفس الوقت ميرسر بيهرب من الغرفة وبيحاول يشاور للهليكوبتر الدورية للمساعدة، لكنها بتطير بعيد عنه. واحد من البلطجية بيعمل له كمين وبيضربه عشان ياخد منه مفتاح العربية اللي ميرسر سرقه علشان يمنعها انها تتحرك. ميرسر بعد معركة عنيفة بيقتل البلطجي، والنتيجة ان سقف الغرفة الآمنة الزجاجي بيتكسر وبيسقط قدام الأب العجوز. بعدين ميرسر بيرجع لريجان ويفكه، وفي اللحظة دي ريجان بيعترف بضعفه قدام أبوه القاسي، وبيقول له ميرسر انه لسه قاتل راجل اسود من فريقه قدام ابنه. ريجان بيعرف ان اللي مات يبقى كوبلاند فبيتقلب على والده. في الوقت ده الأب العجوز وبلطجيته بيحطوا بنزين في القابو وعلى أي حاجة عشوائية في الغرفة قبل ما يعبوا البلاتين ويهربوا. دينيس بيقعد مع أنطوان وبيحاول يسأله لو كان يعرف مكان ريجان، لكن أنطوان بيقسم إنه ما يعرفش حاجة. وأخيرا الأب بيعمل صفقة مع ميرسر وبيطلب من ميرسر يجي لرصيف التحميل بدون سلاح عشان يتبادلوا. ريجان بيحذره إن ده فخ وإن أنطوان كان شاهد وأبوه ما بيسيبش شهود وراه أبدا. ميرسر بيقرر يستخدم ريجان اللي بيظهر تعاونه في أرصفة التحميل. دينيس بيحمل البلاتين في العربية القديمة في الوقت اللي الأب بياخد مفتاح العربية وبيصلحه، لكن فجأة الأب بيقرر إنه يضرب أنطوان بالنار عشان ينتقم لصاحبه البلطجي اللي قتله ميرسر. في اللحظة دي ميرسر بيزق ريجان ناحية العربية وبيستخدم مسدسه وبدأ يضرب النار. أثناء المعركة دينيس بيتصاب برصاصة. ريجان بيساعده يدخل العربية مع ميرسر وأنطوان وبيهربوا مع البلاتين، لكن والد ريجان بيسرق عربية ميرسر من عند البوابة الرئيسية هو وبلطجية وبيطردوه. لما دينيس بيموت على ايد ريجان بيبقى حزين جدا وبيفتح باب العربية وبدأ يضرب النار على والده. في اللحظة دي البلطجي بيضرب ريجان برصاصة في صدره قبل ما يفقد الوعي، لكن ريجان بيقدر يقتل البلطجي، وأنطونيو وميرسر بيتشتتوا من صوت ضرب النار وبينتهي بيهم الحال بحادثة بتحطم العربية بشكل رهيب. الأب العجوز بيقرب من العربية ولاحظ إن البلاتين كله واقع على الأرض ملوش قيمة، وبيشوف ريجان على وشك الموت. الأب بيعتذر لريجان لأنه ما كانش أب كويس بما فيه الكفاية وبيضربه بالنار
النار في دماغه. في اللحظة دي ميرسر بيبدأ يسحب نفسه من العربية، والأب بيحاول يقتله، لكن أنطوان بيضرب عليه النار من ورا وإيديه بترتعش وبينقذ والده. بعد كده ميرسر وأنطوان بيحضنوا بعض وبيتحركوا بعربيتهم بعيد. ولحد هنا بيكون خلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تدعمني بلايك واشتراك في القناة. سلام.